السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أحبائي. صباح الأخبار السارة. اليوم فتحنا الواتس من الصبح وشفنا الرسالة في مجموعة الصيدلية المجانية على جميع مستخدمين الأنسولين. تم توفير الأنسولين في الصيدلية المجانية، وذا الحين بنخرج لأمان الصيدلية المجانية وبنجيب الأبرة حق الأنسولين، بنقدم لهم رسالة شكر على توفير الأنسولين في الصيدلية المجانية. ومن البيت يا صديقي لمان الطوالي الصيدليه المجانيه هذه شوفها، وبنعطيهم الورقه الصفراء، وهؤلاء العاملين في الصيدليه المجانيه اعطيناهم الورقه الصفراء وبيعطونا احنا الانسولين. هذا عم سالم ربنا يحفظه ويطول في عمره، يقوم بعمل كبير جبار في داخل الصيدليه المجانيه، وربنا يحفظ كل الطاقم ويعطيهم العافيه والصحه. ولا ننسى شكرنا لمدير المستشفى على توفير الانسولين، ونقول له الله الله في توفير الانسولين، الله الله في توفير الانسولين. نعم، ولا ننسى شكرنا لمدير الصحة وللوكيل ولجميع الذين سعوا وراء توفير الانسولين في المستشفى، ونقول لهم الله الله في توفير الانسولين في المستشفى. وهذه الابرة حق الانسولين واستلمناها، وربنا يعطيهم العافية والصحة ويعطيهم ما في خاطرهم. ملاحظة بسيطة يا صديقي إلى مدير المستشفى: أول الله يعطيك العافية والصحة وجزاك الله خير على توفير الأنسولين في الصيدلية المجانية. ثانيا، الذين يجيبون أكثر من 3 ورق نتمنى من توقيفهم. البعض يجيب 10، البعض يجيب 20، البعض يجيب 30، وناس ماسكة طابور. أي واحد بغى أبرة أنسولين يجي بنفسه يستلمها، معه وحدة حق ولده حق أبوه حق عمته، يعني حق 2 3 معقولة، إنما واحد يجمع لي 20 30 هذا مريض. نتمنى من مدير المستشفى توقيفها. اي واحد بغى برته حق الانسولين بنفسه، وهذه طريقه بتخلي الانسولين يستمر في الصيدليه المجانيه ولا ينقطع. وهيا كنكم ومع السلامه وباي باي.